عندك اشرف بن شرقي ده طول الماتش تقريبا بيحاول يكسب الترجي وبيحاول يلعب على مرمى الاهلي مش العكس، بس للاسف ما عرفش غير في نهايه الشوط عشان ينهي على الاهلي خالص في الدقيقه حاجه و60. يعني دي كوره في الشوط الاول اشرف بن شرقي راجع بالكوره على جونه، بيرقص وبيرقص حلو بس بيرقص على جونه. طب ايه السبب يا ابو الكباتن؟ إيه اللي ما بيخلكش تلعب لقدام؟ انت لعيب مهاجم مفروض تلعب سواء جناح او مهاجم، تلعب كوره لقدام ترقص لقدام عشان ان شاء الله يعني نروح نحط الكوره في المرمى اللي هناك ده. وزي كوره الجول دي برضو، بدل ما يطلع بالكوره اتجاه مرمى الترجي ويلعب الكوره لتريزيجيه ويطلع بالكوره صح، لا، اشرف بن شرقي البي بيعمل ثرو باص لمهاجم الترجي وبيقول له خد يا حبيبي روح هات جول. والله ابدا ابدا لا. وكمان من هنا مش عاجبه، يعني شوف هو اللي غلطان في الكوره دي، وكمان مش عاجبه رغم انه لعب الكوره غلط ولعبها في مكان غلط ولعبها برضه غلط حتى مش في رجل مروان، وبرضه هو اللي مش عاجبه. وبنفس الطريقه وبنفس القصه وأكنه كان قاصد حرفيا برضه بيرجع الكوره بغلط جدا لالي ديانج في نص الملعب برضه بباصه غريبه جدا على مرمى النادي الاهلي، وتروح برضه كوره خطيره للترجي التونسي بنفس الطريقه ونفس الحكايه. اكن اشرف بن شرقي النهارده كان قاصد يخسر الاهلي. بن شرقي بقى مش يكتفي بالهزي اللي عمله والهزي اللي قدمه في المباراه، لا، بن شرقي قاعد بيبدل التيشيرتات مع لعيبه الترجي بعد الماتش مع المساكني، بيحتفل ان هو اهل النادي الاهلي او ان هو خرج النادي الاهلي، مش متذكر بالظبط. فدي اللعيبه اللي بتلعب ودي الروح بتاعت لعيبه النادي الاهلي، سواء بن شرقي سواء زيزو مروان عثمان احمد عيد كاموتش، كل اللعيبه دي كل الصفقات الصفراء المضروبه اللي جت النادي الاهلي الفتره الاخيره. وحتى امام عاشور الفتره دي برضو من سيء لاسوء، ولا روح ولا حماس ولا اي حاجه. متخيل ان لعيبه زي دي بتلعب على لعيبه زي حسين الشحات مثلا، واحد عارف يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي ويعني ايه النادي الاهلي. اتمنى ان كابتن خطيب بقى كفايه كده، يعني اتمنى ان هو بقى يعلن استقالته ويبعد عن النادي الاهلي شويه، هو وصفقاته المضروبه وال3 مليون دولار اللي حاططهم شرط جزائي في عقد الطرب، يدفعهم بقى من جيبه ويتكل على الله هو وطرب. والصفقات المضروبه اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي ده بن شرقي وكل اللي قدمه وخسره لنا النهارده في مباراه الاهلي ضد الترجي.